لكن لأنه يعرف الوضع في عدن يعني لذلك هرب. وقضية عودته هي لا زالت يعني مشكوك فيها، ولكن هذا ما يصرح أنه عاد. نعم. وإذن بقاء في فندق خارج المناطق السكانية وخارج المقار الحكومية، وأيضا هروبه بدلا من يفترض أن تهرب الجماعات التي قامت بهذه العملية، يؤكد أن عدن هي في حفيف الواقع، هي في تحت قبضة القاعدة وداعش. أنا اسمح لي أتوقف عند هذه النقطة على الأقل حتى نستفسر يعني أيضا من ضيفنا في الرياض صلاح باتيس عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار. سيد صلاح، سلام عليكم أولا. عليكم السلام، حياك الله. أهلا وسهلا بك. يعني أنا لأبدأ معك من حيث انتهى الآن السيد البخيتي. طبعا ليست المرة الأولى التي تتواجهان فيها وإن كان عبر الهاتف، لكن عندما يقول ما حصل اليوم في عدن، والحقيقة الأمر كان لافتا، وأعتقد أنه ربما حتى بالنسبة إليكم التعليقات التي صدرت سريعة كانت لافتة، وإلا كنا انتظرنا لنعرف كيف يعني سيصدر عن أي جهة سيصدر البيان الخاص بهذه العمليات. لكن الخلاصة أن ما حصل في عدن اليوم كما يقول السيد بخيتي إنما يؤكد أن عدن الآن هي تحت سيطرة داعش بدل أن تكون تحت سيطرة الشرعية أو قوات التحالف. تفضل، ما ردكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أولا أن أترحم على أرواح الشهداء الذين يسقطون في كل الجبهات دفاعا عن اليمن ودفاعا عن الشرعية ودفاعا عن الدولة والشعب ضد هذه الميليشيات التي انقلبت على إرادة الشعب اليمني. وفي عدن كذلك أولا ضد داعش، يعني قبل أن تكون ضد الميليشيات، ضد داعش على الأقل التي تبنت هذا العدوان. أنا أتكلم عن ميليشيات داعش، ميليشيات، والقاعدة ميليشيات، والحوثي ميليشيات، كل هذه ميليشيات خارج إطار الدولة. وهذه مع ميليشيات كلهم. كنت أتمنى على البخيتي ومن يسمون أنفسهم أنصار الله للأسف الشديد أن يترحموا على أرواح الشهداء الذين يسقطون في هذه أو على بأيدي هذه الميليشيات. لكن للأسف الشديد اتضحت الصورة، اسمح لي، هناك اتضحت الصورة أن قائد هذه الميليشيات واحد وقيادتها وإدارتها واحدة، والدليل أنها في عدن تستهدف مقر الدولة، وفي صنعاء تستهدف المساجد، لا تستهدف مقر الميليشيات الحوثية وعلي صالح. هذا دليل واضح أن من يدير هذه الميليشيات يقبع في لكن بغض النظر الآن عن كيفية يعني توجيه الهجمات وبأي اتجاه، السؤال الذي طرحناه يتعلق بعدن. السيد صلاح، نتحدث عن مدينة قيل أنها الآن هي العاصمة المؤقتة، ومعروف أن المقر الذي تم استهدافه يقيم فيه على الأقل رئيس الحكومة المؤقتة السيد خالد البحاح. مع هذا تمت العملية ويعني خرج منها البحاح ومع أعضاء وزارته، بدل أن يبقى ويفر الجاني أو مرتكب هذه الجريمة بحسب طبعا توصيفكم أو هذا العدوان، هم بقوا ورئيس الحكومة فر وترك العاصمة، وبالتالي كأننا نثبت أن عدن هي تحت رحمة هذه الجماعة. هل هذا التوصيف دقيق أم هو غير صحيح؟ هذه أماني الانقلابيين وعصابة الحوثي وعلي صالح. الأستاذ خالد بحاح في عدن وحكومته في عدن، والصور التي انتشرت قديمة هي عندما نزلوا إلى عدن كانوا في طائرة عندما وصلوا إلى عدن ومعه وزير الإدارة المحلية. أما الأستاذ خالد بحاح فهو موجود في عدن، والإصابات كانت في حراسة القصر، وقريبا إن شاء الله ستبسط الدولة نفوذها، لأن ما أحدثته هذه الميليشيات من تدمير للبنى التحتية ولمقرات الأمن هي استهدفت بدرجة رئيسية كما تستهدف المواطنين تستهدف مقرات الدولة، يعني حتى يفسدوا الدولة مقراتها. لكن أنا ربما لم أسمع جيدا. تحدثت عن علي عبد الله صالح في عدن، يعني هكذا سمعت منك. لا، أنا أتكلم عن خالد بحاح. الأستاذ خالد بحاح موجود في عدن، لم يتحرك من عدن، وحكومته موجودة في عدن. والصور التي انتشرت أنه خرج من عدن في طائرة، أتحداه يطلع صورة حادثة. طيب، على كل حال الصورة التي تم نشرها هي طائرة والكل شاهدها، وإلى جانبه أعتقد أحد الوزراء. طيب، على كل حال أنا اسمح لي أعطي المجال لضيفنا في الاستوديو الأستاذ يحيى العابد. أستاذ يحيى، وزير الخارجية الإماراتي، حتى نتحدث عن يعني التعليقات بالجملة كما يقال.
وزير الخارجية الإماراتي بدل أن ينتظر كما قلنا صدور بيان يتبنى الهجوم كما تبنته داعش، اتهم بسرعة الحوثيين أنصار الله، معتبرا أنهم يخوضون معركة خاسرة ودورهم يقتصر على الألغام وعلى الكمائن والصواريخ. يعني مصر على مسألة الصواريخ مع أنه المسألة الذي حصل ليس بواسطة الصواريخ، بواسطة مفخخات. هل هو يخوض معركة رابحة عندما تحدث عن الوزير الإماراتي؟ اسمح لي قبل أن أرد على فيما تريد أن ترد على السيد صلاح؟ أرد على السيد صلاح وأوضحها. من يجب أن نترحم عليهم في اليمن الشهداء، نعم الشهداء، ولكن من هم الشهداء؟ الذين يدافعون عن الأرض والأرض والوطن ضد العدوان السعودي الغاشم. الضحايا من الأطفال والأبرياء والنساء والأطفال من يموتون يوما جراء القصف والعدوان في كل مكان. يعني الإماراتيون السعوديون لا يمكن الترحم عليهم. غزاة وأي غاز يجب قتله، والشعب اليمني ينتصر لإرادته، يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه. هذه النقطة الأولى. هذا من يجب أن نترحم عليهم. عندما يتحدث السيد صلاح عن نترحم وما نترحم، عندما تحدثوا عن من نفذ العملية وبيان داعش وما إلى ذلك، من هو داعش؟ داعش جلال بن عيد. العملية باختصار، هادي يريد أن يصفي بحاح، بحاح يريد أن يصفي هادي، الحراك يريد أن يصفي الاثنين لصالح صاحب بن فريد. هذه العملية ما حدث اليوم في منزل بن فريد ومن استهدافه منزل بن فريد، منزل لأنه كان قيادة القوات الإماراتية. ولماذا اتهموا الإماراتيين والوزير؟ في كثير من الالتباس ما حصل اليوم. الوزير الإماراتي لماذا اتهم الحوثيين عندما قصف منزل بن فريد؟ لأنه يريد أن يوجه الاتهام لطرف واحد، يقولون أنه لم يعد موجود في عدن وليس موجود في عدن وعدن تحررت. عليهم أن يستوعبوا حقيقة واحدة، لا يوجد في اليمن وفي محافظة عدن أو في البلد اليمنية بشكل عام شيء اسمه حل عسكري. دواعش قاعدة، جلال بن عيد اليد الضاربة لهادي قائد الميليشيات الداعشية التي تسيطر على عدن وبدعم من السعودية التي أفرزت في حربها على اليمن الظهور والقاعدة وداعش بشكل واضح للعيان. وكما قال العزيز محمد البخيتي، من يحكم عدن هم الدواعش. نايف البكري محافظ عدن، أخوه ما زال حتى اليوم سجين في معتقلات غونتنامو بتهمة الإرهاب من القاعدة. فماذا يريدون أن يقولوا؟ أنهم أبرياء وأن هذه الحرب يقودها صالح. يعني لم نعد أمام خلايا نائمة كما يقال، نحن أمام خلايا ناشطة بالشكل وأمام خيارات، أمام أبناء الجنوب. الحراك يتحرك، هادي يتحرك، جماعة بحاح يتحرك، القوات الشرعية ما تسمى بالشرعية تتحرك، القوات الغازية تتحرك، اليمنيون الذين يريدون من أبناء عدن أن ينتصروا لوطنهم يتحركوا. طيب. وهذا هو الواقع. سيد محمد البخيتي، ربما لديك إضافة لكن اسمح لي أعطي المجال لضيفنا في صنعاء. سيد البخيتي، الناطق باسم الحكومة المؤقتة والذي ذكرناه طبعا يقول أنه مجلس الوزراء بعد حصول الحادث بشكل مباشر قال مجلس الوزراء سينعقد خلال ساعات. هذا الأمر لم يحصل، فيما الوزير الإماراتي يقول أن الحكومة اليمنية، وزير الخارجية الإماراتي، تمارس عملها البناء من عدن ولم تعد حكومة منفى. يعني يتحدث باسم الحكومة هذا الرجل ويقول هي لم تعد حكومة منفى. ما ردكم على هذا الكلام؟ أولا هناك تصريحات سابقة ما يسمى بمحافظة عدن غير الشرعي البكري، حيث أكد وجود لواء عسكريان، لواء عسكري سعودي ولواء عسكري إماراتي يحمون محيط عدن. وعندما عاد بحاح وعاد أيضا هادي، عادوا أيضا تحت حماية القوات الغازية والمحتلة، بالإضافة إلى أن لديهم أيضا قوات من المرتزقة، سواء من التي جاءوا بها من الخارج أو التي تدربوها في الداخل. ورغم ذلك تأخر وصول هادي وتأخر وصول بحاح، وعاد هادي ورجع، والآن بحاح بمجرد أول ضربة هرب وهو يسكن في فندق ولا يسكن في مقر حكومي في فندق نائي. إذا الآن سيد بكيس يقول أتحداكم أن تثبتوا أنه غادر، ويتحدث أنه ما زال موجودا ويمارس دوره، هكذا قال السيد صلاح بتيس. طيب، ونحن نتحدى هادي أن يعود إلى عدن وكذلك بحاح وأن يبقوا في المقار الحكومية. يعني تصور أن بحاح لا يتحرك، لا يخرج من الفندق إلا بالتنسيق مع الجماعات المسلحة. بعضها تنتمي للحراك صحيح، ولكن لا بد من طلب إذنها. بعضها تنتمي للقاعدة، بعضها لداعش. وأيضا هناك نقطة مهمة،
الحراك الجنوبي لديه قضية، وهذا لا ننكره، لديه مظلومية. الجنوبيين لديهم مظلومية ولديهم قضية، ولكن لأنهم ليس لديهم مشروع حول كيفية بناء الدولة القادمة، سواء بمن يقولون فك الارتباط أو أن يكون هناك إقليمين، دولة من إقليمين، دولة اتحادية من إقليمين، إلا أنه لا يوجد لديهم مشروع. لذلك القاعدة وداعش استغلوا هذا الفراغ وركبوا موجة الحراك، والآن لهم تأثير كبير على قرار الكثير من الفصائل الحراك. يعني داعش والقاعدة ليسوا فقط موجودين كقوى مستقلة على مختلف المحافظات الجنوبية، ولكن أيضا أصبحوا موجودين داخل الحراك. إذن هذا الوضع يكشف حقيقة أن من يسيطر على الوضع في الجنوب هي داعش والقاعدة. طيب. لكن قد يقول البعض لماذا لا تتحرك القاعدة؟ لماذا لا تتحرك داعش؟ هلا هذا سؤال مهم أريد أن أجيب عليه. لاحظ شوف، الآن هادي ومرتزقته يتحدثون عن معركة مؤجلة مع داعش والقاعدة. ماذا يقولون؟ يقولون الآن نحن في التحالف مع الإمارات والسعودية للقضاء على الحوثيين، وبعد أن نقضي على الحوثيين سنعود لمواجهة القاعدة وداعش في الجنوب بالتعاون مع أمريكا وبريطانيا والمجتمع الدولي. موضوع تحرك ونفس الشيء تقول القاعدة. موضوع تحرك القاعدة سنناقشه معك، لأنه ربما نبني على ما حصل اليوم بعد هذا الإعلان الواضح من قبل داعش. لكن سؤال أخير قبل الفاصل بشكل سريع للسيد صلاح بتيس. صلاح بتيس، أحد ضباط جيش هادي رجح أن يكون مصدر الصواريخ منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين، تحدث عن الوازعية بمحافظة تعز. لم يثبت ذلك، على ماذا يدل هذا الكلام؟ هذا أحد الضباط الكبار يقول هذا الكلام. الحقيقة أن البحث والتحقيق جاري في هذه القضية وفي هذه الحادثة، ولا يظن الحوثي وعلي صالح أنهم سينجون كذلك من العمليات التي نفذوها في المساجد وفي كل منطقة في اليمن، فكل هذه ستخضع للتحقيق وسيعتقل الجاني وسيقدم للمحاكمة. ولكن يتهم ويقول ستحقق. يعني قد اصدر الحكم قبل التحقيق. أنا اسمح لي سيد صلاح، سأطرح عليك السؤال مجددا لأن الوقت دهمنا، لكن بعد التوقف عند فاصل قصير. موجز الأخبار. الهجوم على مقر حكومة هادي في عدن وإرباك تحالف العدوان الموضوع مع الحدث. أذكر بضيوف الحلقة في الاستوديو الناشط السياسي اليمني يحيى العابد، من صنعاء محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله، من رياض صلاح باتيس عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، وأبقى معه سيد صلاح. طبعا نحن قاطعناك قبل الفاصل، لكن أعيد عليك طرح السؤال، وهو منقول عن أحد ضباط الجيش مع هادي رجح أن يكون مصدر الصواريخ طبعا بعد وقوعها منطقة قريبة تخضع لسيطرة الحوثيين، ربما تكون منطقة الوازعية بمحافظة تعز. لم يثبت ذلك. السؤال الذي طرحنا عليك، على ماذا يدل هذا الأمر؟ وقلت أنه هناك تحقيقا يجري ربما. تفضل. نعم، التحقيق يجري والسيطرة على الموقف تمت منذ اللحظات الأولى بفضل الله عز وجل، وأنا أؤكد وجود الحكومة ووجود الأستاذ خالد بحاح ووجود كذلك قيادة العمليات مشتركة مع قوات التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه تحرير إن شاء الله بقية الأراضي اليمنية بما فيها تعز والحديدة وكل الأراضي اليمنية حتى الوصول إلى صنعاء وصعده كل مكان. لكن أنا أستغرب عندما يعترف ضيوفك للأسف من الطرف الآخر الذي يمثل الانقلاب في اليمن عندما يقول نتحدى عودة هادي وعودة بحاح، أي أنهم يقولون نحن نفذنا هذه العملية ونتحدى أن يعودوا حتى ننفذ غيرها. يعني تشتيك بري داعش يعني بحكم العلاقة اللي بينكم ولا ايش قصدك؟ أنا أقول داعش تبعك يا أخي، أنت تديرها. داعش صح، داعش تبعنا والحوثي تبعنا، نجمع التناقضات بأننا كبار وأنتم أجزاء. لا تستهدفكم، تستهدف الشعب المصلين في صنعاء. نعم، نحن الذي نصدر الفتاوى. نعم، نحن الذي نصدر الفتاوى وخريجين معاهد محمد عبد الوهاب. كلامك صحيح، الشعب اليمني اقتنعت واقتنع كل المشاهدين. أنا سيد صلاح، أنا اسمح لي تتم السؤال، لكن تتم السؤال الذي طرحته عليك. أختصر الكلام فأقول أن المشروع الذي يقوده الحوثيون وعلي صالح يستهدف الشعب اليمني وحكومته الشرعية والتحالف العربي الداعم له، فلا غرابة في ذلك أن يستخدموا داعش وأخواتها. طيب، لكن أنا اسمح لي أتابع ما تحدث عنه هذا الضابط الكبير، ويمكنك أن ترجع إلى ما أقوله لأنه هذا منشور في وسائل الإعلام التابعة بشكل أو بآخر لقوات التحالف. هذا الضابط وجه انتقادات شديدة لقيادة التحالف كما سماها وجماعة هادي ورئيس الوزراء
بسبب تباطؤ العمليات في استعادة السيطرة على تعز، محذرا من أن مطار عدن وميناء عدن والقصر الرئاسي ومواقع التحالف هي معرضة للقصف من تعز. على ماذا يدل هذا الأمر؟ ألا يدل عن خشية من وجود قوة كبيرة للجيش واللجان الشعبية في تعز، علما أن قوات التحالف تقول نحن نمسك بها، وأنت الآن قلت يعني قريبا سنكون منتهين من هذه المحافظة. تفضل. القضية يا أخي المغالطة في استخدام الألفاظ. نحن نتحدث عن ميليشيات وليس الجيش. الجيش الوطني هو الجيش الذي يتأسس على أسس وطنية، ولا يقاتل الشعب ولا يقاتل الشرعية ولا يقاتل الدولة ولا يفجر مقرات الأحزاب ودور القرآن والمساجد. هذا ليس بجيش. لا تهينوا الجيش اليمني وتتهموه بما ليس فيه. الجيش اليمني جيش يعني بالنتيجة أنت تتحدث عن جيش بالنسبة إليك هو يدافع عن شرعية قائمة، الآخرون يتحدثون عن جيش يرد عن نفسه العدوان. يعني هكذا هي المعادلة. تفضل. الجيش الذي يقصد تعز الآن تسميه جيش. الجيش الذي دمر عدن تسميه جيش. الجيش الذي يحاول أن يدمر اليمن تسميه جيش. لا يمكن. الجيش هو الذي يحرر الآن، حرر عدن ويحرر تعز، وهو يواجه الآن هذه حمود المخالفة. أنا اسمح لي أعطي المجال لضيفنا في صنعاء إذا كنت تريد أن تسمعه. ابقى معنا سيد بخيتي. يعني أولا موضوع المفاضلة بين الجيش والجيش، هكذا فهمت من كلامه، يعني يستغرب كيف يمكن أن نسمي الجيش اليمني بهذه الصفة وهو يدمر، وهو يعني يقوم بعمليات لا يقوم بها الجيش الذي يعنيه هو بالتحديد. تفضل، ما ردكم على هذا الكلام؟ نعم، شوف في الوضع عندنا في داخل اليمن في مغالطات كبيرة لم تحصل مثل هذه أي دولة في العالم. مثلا عندما يسمي الميليشيات التي تتعاون مع الاحتلال جيش وطني. الجيش الوطني هو الذي يدافع عن الوطن ضد هذا الاحتلال. أيضا عندما يسمون جماعات المرتزقة بأنها مقاومة، معروف في العالم أن المقاومة تقاتل الاحتلال ولا تقاتل معه، كما يا أخ صالح باتيس تقومون بذلك أنتم الآن تقاتلون مع الاحتلال. أيضا المقاومة هي تحمي سيادة واستقلال البلد، وليست المقاومة من تسعى الوضع تحت الوصاية كما تعملون أنتم. المقاومة طاهرة، وهذه جماعات مدنسة يعني تقف إلى جانب المحتل. هذا من جانب. من جانب آخر يا أخ صلاح، يعني أنتم أفلسوا في كل شيء. يعني تطلب مني أن أترحم على الغزاة، نعم، ونترك الذين يقتلهم الغزاة. أنتم ترحمتم على أولئك الغزاة الذين قتلوا في مارب، وأنا أقول لك الجيش اليمني واللجان الشعبية هم من استهدفوهم. هذا الشرف لنا، نحن لا ننكر ذلك. وأنتم تترحمون عليهم ولا تترحمون على من قتلهم الغزاة. تخيل أن يعني في ضربة واحدة تم قتل أكثر من 130 امرأة أي في تعز من أبناء تعز في المخا. لماذا لم تعزوهم؟ لماذا لم تترحموا على أرواح تلك النساء اللاتي كن في فرح وتم استهدافا من قبل الطيران السعودي؟ وتطالبنا الآن بكل وقاحة أن نترحم على الغزاة الذين يقتلون اليمنيين كل يوم. أيضا بالنسبة خصوص الصورة نشرها بحاح في حسابه، وأيضا هذا الخبر تم تداوله أن بحاح حرب إلى خارج عدن تم تداوله في كل وسائل الإعلام التابعة للعدوان. طيب. أيضا أخي الفاضل صلاح باتيس، يعني هناك الآن يعني قوات غازية داخل بلده، وأن تدافع عنها وتريدنا أيضا أن نترحم عليها ونحن من نقاتل. على كل حال طبعا هو لا يسميها قوات غازية ويعتبر أنها قوات حليفة، وبالتالي يقاتلون إلى جانب هذه القوات. سيد صلاح، كنت تسمع ما يقوله السيد بخيتي؟ بلا شك. طيب. سمعت وأستغرب عندما يكون الخطاب بهذا المستوى، يدل على أن هناك مغالطة كبيرة لا زالوا يسيرون فيها للأسف الشديد. ونحن كنا نظن أنهم أدركوا خطأهم واقتربوا من معرفة الخطأ واقتربوا لتصحيحه، لكن لا زال محمد البخيتي ومن معه للأسف الشديد يتعاملون مع الشعب اليمني كأن الشعب اليمني طفل لا يفهم معنى الانقلاب ومعنى الشرعية ومعنى الدستور والقانون ومعنى التحالفات التي تأتي من أجل إنقاذ دولة استنجدت بجيرانها وأشقائها. لكن للأسف الشديد
لا يزال الامر يحتاج الى مراجعات. على كل حال يعني الكل ينتظر نتائج التحقيقات التي تحدثتم عنها، سواء ما حصل في عدن اليوم او ما حصل في صنعاء كما ذكرت، حتى يتبين من هي الجهة الحقيقية. وطبعا هذه التحقيقات يجب ان تكون من قبل جميع الاطراف وليس من قبل طرف واحد، لانه اذا كانت من طرف واحد معروفة النتيجة التي سيتم التوصل اليها. على كل حال أنا أشكر انضمامك إلينا صلاح باتيس، عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، وأتابع مع ضيفنا في الاستوديو أستاذ يحيى. أعود إلى البحاح وما نشروا في عدن الغد، عندما يتعهد بالبقاء في عدن كما قلنا، وأنه أي محاولة لإرباك الوضع الأمني هدفها إفشال الحكومة ونشر الفوضى. هل يعني ذلك أن التحالف لا يمسك بعدن كما يروج لهذه النقطة بعدما يعني خرج منها الجيش واللجان الشعبية؟ أعتقد أنه كلام الشيخ صلاح باتيس واضح وحدد ما هي الملامح. نعم. يقول أنه سنحرر تعز، ما هم بيقولوا لنا أنهم قد حرروا تعز من أيام، لهم 3 أشهر وهم بيقولوا 72 ساعة وسنحرر صنعاء. من 3 أشهر بيقولوا 72 ساعة، اضرب 72 ساعة في 3 أشهر. يا محمد البخيتي ساعدني في الحسبة هذه كم بتكون. فالعملية بشكل عام عندما يتحدث مثلا شخص زي صلاح باتيس ننظر إليه أنه شخص وقور ويمثل جناح سياسي معتدل في الأحزاب المتطرفة هذه، هو عضو لجنة رئاسة هيئة رقابة مخرجات الحوار. يفترض أن تكون مخرجات هذا الحوار هذه ما تنصت للشعب كله ولكل القوى السياسية، وأن يكون طرف محايد. لكن عندما يقول أنه نغالط الشعب اليمني ونتعامل مع بطفل، وهو يعرف أنه كل هذه الأخطاء والخبث ويمارسهم. والدليل التصريحات التي توالت بعد تفجير بيت صالح حبرة وما حدث في صالح بن فريد. نعم. فأقولها للأمانة عدن، تعز، مأرب تؤكد أن السعودية وعدوانها وحلفائها هم من ينشرون الفكر الداعشي ويوزعون الدواعش ويجرونهم من مكان إلى مكان لتنفيذ الأجندات الوهابية. طيب أنا أسمح لي أتوقف عند القيادات الجنوبية. المسألة حصلت في عدن عاصمة الجنوب كما يقال، طبعا هناك قيادات جنوبية وأحزاب أخرى كانت دعت إلى حمل السلاح ضد حكومة بحاح، وهذه أيضا موثقة ببيانات صدرت، لأنها تتعاون مع احتلال، سواء سميناه احتلال سعودي الحراك الجنوبي. الحراك الجنوبي. هل سبقتها داعش إلى هذا العنوان؟ داعش تحدثنا كثيرا، وأعتقد أن الأخ محمد البخيتي يتذكر ذلك عندما قلنا ما يجري في صنعاء عندما تحركت دواعش بداية من ذبح الجنود في حضرموت، في أبين عندما تحركت دواعش وحاولوا السيطرة على أبين، عندما بدأوا يستولوا على المعسكرات بدعم من جلال هادي عبر القيادي القاعدي جلال بالعيد ذابح رؤوس الجنود. كلها تؤكد أن داعش كانت جزء من منظومة ميليشيات هادي التي سيطرت على ذلك الجانب، وهو ما جعل أنصار الله يحذرون من عبد ربه منصور هادي، والا كان الاتفاق السياسي كانوا ووجودهم في عمران وما الى ذلك. واعتقد ان الاخ محمد اذا في اي تصويب لهذا الجانب، ما يجري في اليمن هو عدوان يا سيد العزيز، تقوده دولة الارهاب الاولى السعودية قرن الشيطان، وينفذه ادواتها الدواعش في اليمن وفي سوريا وفي كل قطر حر. وعلينا جميعا ان نستوعب هذا الدرس، وعلينا ان نحيي الشعب اليمني بصموده 6 أشهر، الشعب اليمني تحيات، ونحيي لجانها الشعبية والجيش اليمني الذين ينتصرون لإرادة الأمة كلها. لا ننتصر لليمن، نحن ننتصر لإرادة ديننا وأخلاقنا. سيد بخيتي، أعود إليك نتحدث عن الجهات المستفيدة. طبعا نحن سلطنا الضوء على الجهة المنفذة. ربما هذا العدوان يعني الذي حصل أو هذا الهجوم لن يكون الأول ولا الأخير، يعني عدن يعني ربما ستكون موعودة مع الكثير من العمليات، وربما هذه البداية. لكن من هي الأطراف برأيكم، الأطراف المستفيدة مما حصل اليوم في عدن؟ هل خلطت الأوراق من جديد؟ وموضوع الحراك الجنوبي، لأنه طرحنا السؤال على ضيفنا في الاستوديو، أين هو الحراك الجنوبي؟ طالما كان هناك كلام عن يعني نزع يديه لمواجهة القوى التي جاءت تحتل، يعني هو أيضا من منطلق الدفاع عن سيادته. وأنتم دائما تقدرون دور الحراك الجنوبي وتقولون له خصوصيته. أين هو ومن المستفيد مما حصل؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما حصل هو ما كنا نحذر منه كل الأطراف، بما في ذلك السعودية والإمارات، حكومة السعودية وحكومة الإمارات، وكذلك فصائل الحراك الجنوبي والقوى السياسية، وقلنا لهم أن أنتم تتحركون بدون قضية وبدون مشروع، أنتم تتحركون في خدمة المشروع الأمريكي في المنطقة، وهذا المشروع هو يريد أن يدمر ويدخل المنطقة في حالة من الفوضى، وهذه الحالة من الفوضى يستفيد منها مثل تلك التنظيمات التكفيرية. إذا ما يحصل اليوم هو ما سبق ما حذرنا. ألم يقول السيد عبد الملك الحوثي في أحد خطاباته أو أحد كلماته بأن القوات الغازية ستدخل في مستنقع؟ الآن الإماراتيين كانوا آمنين، يعني تقريبا لا تسجل حالة قتل في الإمارات طول السنة، يعني نادرا تسجل حالة قتل. الآن يقتل منهم الكثير على أيدي المقاومة الوطنية الحقيقية، على أيدي الجيش اليمني واللجان الشعبية، وأيضا على أيدي من قاموا بدعمهم. ونحن قد حذرنا وقلنا تلك الجماعات هي جماعات لا يمكن السيطرة عليها، والطرفان يتحدثان عن معركة مؤجلة بشكل واضح وصريح. مثلا أحد قيادات الحراك الذي الآن موجود في السعودية عيدروس الزبيدي قال بشكل واضح وصريح أن الأولوية الآن هي التعاون مع هذا التحالف ما يسميه التحالف العربي للقضاء على الحوثيين، وبعد أن يتم القضاء عليهم ستبدأ المعركة الثانية وهي ضد داعش والقاعدة في الجنوب بالتعاون مع المجتمع الدولي. نفس الشيء القاعدة يتحدثون بهذا الخطاب، يقولون على لسان صلاح، على لسان جلال بالعيدي الذي ذبح الجنود، قال بشكل واضح وصريح أن هناك الآن عدو صائل كما يسميه ويسميه بالحوثيين، وأنه لا بد الآن أن نتحد ضده، وبعد أن نقضي على الحوثيين سنصفي حساباتنا مع بقية الأطراف. طيب. إذن الطرفان يتحدثان عن معركة مؤجلة، لكن طبعا داعش ربما الهدف من سؤالي هو استيضاح ما إذا كان حسب ما فهمت منك الآن، نستوضح ما إذا كان كل الحراك الجنوبي يعني يتلقى توجيهاته من الرياض، أم أن هناك جزءا يعني وطنيا ما زال يعمل في عدن في الجنوب بشكل عام، وله أيضا مواقف متقاربة كثيرا مما تطرحون على مستوى القوى الغازية وضرورة مواجهتها. لذلك طرحنا السؤال: من سبق من؟ هل داعش سبقت هذه القوى على الأقل التي تؤمن بمبدأ سيادتها وحريتها وأنه عليها أن تواجه أي غاز؟ هل هي ما زالت قوية أم ماذا؟ ومن المستفيد مما حصل بعد هذه العملية؟ طبعا لا أحد مستفيد، يعني لا القوى الغازية ولا القوى المتعاونة مع داعش ولا حتى نحن ولا الوطن، لأنهم هم من أدخل البلد في مثل هذه الفوضى، وخصوصا فصائل الحراك الجنوبي. طبعا ليس كل فصائل الحراك الجنوبي متعاونة مع هذا العدوان، هناك شخصيات وخصوصا الشخصيات الحراكية الحقيقية لها موقف من قضية العدوان، ولكن طبعا العدوان بسبب قوته المالية استطاع أن يبرز الكثير من قيادات الحراك المتعاونة معه. ولا أنا أقول لك الحراك المشارك في الحوار الوطني، نعم، الممثل بمحمد علي أحمد، وكذلك أيضا يعني الفريق الآخر هناك أيضا كان تجمع هم أيضا ضد العدوان. الآن الحراك تقريبا كل الحراك الجنوبي الممثل في مؤتمر الحوار الوطني هم ضد العدوان. أوضح هذه لديه نقطة يريد أن يوضحها الأستاذ. طبعا الحراك هناك حراك حسن، لكن طبعا بعد أن أرحب بانضمام ضيفنا الآن من لندن علي المصفري الكاتب والمحلل السياسي، لمن نرحب بك أستاذ علي، وطبعا سأعود إليك لحظات. هناك حراك الطغمة وهناك حراك الزمرة، وهو الذي مرتبط بما حدث من أحداثيات وظهور الكنتونات السياسية هذه الجديدة بعد التأزم الذي حدث في اليمن من بعد حرب 94. هناك حراك حسن باعو، حراك سلمي لا يحمل السلاح وينادي بالقضية الجنوبية وعلى أساس المطالب الشعبية الذي لديهم مظلومية، وكان يتم تداركها وتدارسها، لأن الأطراف التي هربت إلى السعودية الآن هي من كانت تعرقل ذلك الجوانب، خاصة فيما يخص الجيش الوطني في المحافظة الجنوبية الذي تعرض للإقصاء والتهميش. هناك الحراك الجنوبي المرتبط مع علي سالم البيض، هناك الحراك الجنوبي الذي مرتبط محمد علي أحمد الرافض رفضا مطلقا لأي مخططات أو نوايا انفصالية يقودها أي طرف سياسي. كل تلك القوى أو أغلبية تلك القوى التي متواجدة في الوطن وتحرك أدواتها السياسية في اليمن، سواء من صنعاء أو عدن. عندما تكون صنعاء تجد هناك قيادات للحراك الجنوبي في صنعاء،
وتنادي بقضيتها وتنتصر لقضيتها وتتحدث بكل حرية وتتحرك بكل حرية وتناقش الوضع السياسي كقضية سياسية. وهناك الذين موجودين في عدن، وكما قلت وأشرت إليه الذين أصدروا البيانات أنه نحن قد نختلف مع ما يسمى بنظام صنعاء فيما يخص مطالبنا، لكن لن نفرط في سيادة وطن ولن نفرط في وحدة، وهذه هي قضيتنا الرئيسية. أستاذ علي، أرحب بك مجددا. طبعا يعني بدأنا الحلقة فيما خص هذا القصف الذي استهدف اليوم مقر حكومة هادي المؤقت في غرب عدن، مما أسقط العديد من القتلى، بينهم جنود إماراتيون كما تعلمون. هناك الكثير من الأسئلة طرحت. من المستفيد أولا من هذه العملية، حتى أبدأ معك من هذه النقطة، علما أن التهم وقبل صدور بيان داعش التهم كلها تم توجيهها نحو الحوثيين، نحو أنصار الله ونحو الجيش اليمني. وقع في هذا الأمر وزير دولة الشؤون الخارجية الإماراتية، وقع فيها أيضا جماعة البحاح الناطق باسم رئيس الحكومة، ووقع فيها ضباط كبار ينتمون لجيش هادي. هل أنتم أيضا قبل أن تحكموا على ما حصل وقبل صدور البيان كنتم بهذا الاتجاه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد الأمور بانت الآن بوضوح، وبان الخيط الأبيض من الأسود. قبل لحظات وصلتني معلومات كثيرة جدا مؤكدة من أنه تم القبض على 30 عنصر حوثي ومن عناصر المخلوع صالح في عدن الذين كانوا هم مسؤولين عن هذه العملية. وبالتأكيد من هي الجهة التي ألقت عليهم القبض كما تقول؟ القوات القوى الأمنية، الأجهزة الأمنية في محافظة عدن. وهذه معلومة عن دقيقة جدا وصلتني قبل تقريبا أكثر من 10 دقائق الآن. معلومة تم التأكد منها رسميا وتم نشرها، أم هي معلومة خاصة بك يعني؟ لا مش معلومة خاصة بي. يعني ما قد سيطروش على عدن 100%. لكن فيما لو ثبت هذه المعلومة، فيما لو ثبتت أستاذ علي، يعني هذا يؤكد أن وجود أنصار الله، وجود قوة علي عبد الله صالح ما زالت قائمة في عدن، والكل كان يقول أن هذه المدينة أصبحت تحت السيطرة ولا يوجد أحد غيرنا يعني على مستوى الأمن. واليوم أنا سمعت منك ضرورة تسليم الملف الأمني. هذا الأمر قلته اليوم أنت للمقاومة الجنوبية. هدفت منه عناصر المخلوع والحوثي وبعض القوى أيضا المتطرفة في حزب الإصلاح، وأيضا من بقايا نظام المخلوع حول هادي وحول بحاح بخلط الأوراق. ومن ثم هي مسألة أن عدن الآن أصبحت آمنة، خصوصا بعد تسليم الملف الأمني الأخوة في الإمارات مع المقاومة الجنوبية. اليوم أصبحت المناطق المحررة هي ثابتة، والآن يتم الآن تثبيت الوضع الأمني فيها. لا وجود إطلاقا لأي ميليشيات للحوثي والمخلوع. في بسيطة خلايا نائمة تم اكتشافها الآن ويتم تنظيفها. يعني خلايا نائمة وتم الكشف عنهم بالصور، وأنت تعرف أنه داعش وزعت بيانا واضحا بالأسماء وبالصور وتتحدث عن إلقاء القبض على حوثيين. طيب على كل حال داعش هي بقايا عناصر النخبة من الحرس الجمهوري والحوثيين داخل عدن. عدنا يعني من يريد ان يصدق فليصدق. بكل الاحوال الخلايا النائمه لعن الله من ايقظها. انا اسمح لي اعطي المجال لضيفنا في صنعاء. اريد اطمنك على حاجه واحده، ان الجنوب الان بخير وتم تنظيف الغزاة من الحوثيين والمخلوع داخل الجنوب. طيب. واليوم الجنوب يستعيد عافيته. لو تسمع إجابة السيد محمد بخيتي على ما ذكرت، ربما لديه معلومات لأنه موجود في صنعاء. سيد محمد تفضل إذا كان لديك ما تضيف على ما قاله السيد مصفري. نعم، يعني هذه اسطوانة مشروخة، وهي أكبر اسطوانة مشروخة في التاريخ. ما يرددونها أنه عفاش هو سبب كل المشاكل، رغم أن الإصلاح الأحمر
كانوا شركاء في النظام معنا. الجنوب لا تناقشوا موضوع الجنوب. اولا شوف، يعني نحن الان في الجيش اليمني وانصار الله، نحن نعتبر اي غازي في داخل اليمن هدف مشروع لنا، وكذلك مرتزقة. الجيش اليمني واللجان الشعبية عندما اطلقوا صاروخ على القوات السعودية الغازية والاماراتية في مأرب، هو يطرح عليك سؤال لو تسمع سيد بخيتي. غازي الجنوب وطردوك من الجنوب شرق طردة يا حوثي. طيب الجواب سيد بخيتي حتى اختم الحلقه لانه انتهت. ماذا سأل؟ كلمة صغيرة. ماذا سأل؟ لأن الصوت كان عندي ضعيف. كان يتحدث عن لا أعرف. علي المسكري لا أدري من أي بار يتحدث الآن. لا أدري من أي بار يتحدث الآن. يتحدث عن 30 حوثي والمخلوع وما المخلوع. هو يتحدث باسم لقيط الرئاسة هذه. انتهى موضوعهم. ما حدث اليوم في عدن سيؤكد ملامح جديدة أن اليمن عصية على كل الأطراف، ولن يكون هناك إلا حل سياسي واحد. أنا لم ألتقط ما طرحه السيد المصفري. وستظل قادمة وستمتد. لم ألتقط ما طرحه السيد المصفري حتى أطرح السؤال على ضيفنا في صنعاء. شكرا لك بكل الأحوال علي المصفري الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا من لندن. كما نشكر أيضا محمد البخيتي من صنعاء، واعتذر لم اوصل اليك ما طرحه لان انا لم اسمع. عضو المكتب حركه مجلس السياسي لحركه انصار الله، وصلاح باتيس كان معنا من الرياض. نشكر ايضا في الاستوديو يحيى العابد الناشط السياسي اليمني. شكرا لحضورك، كما نشكركم مشاهدين على المتابعه، والسلام عليكم.